اشتري وحده استلام فوري ولا اشتري وحده تحت الانشاء؟ طبعا في الاول هنتكلم عن المميزات والعيوب. اول حاجه الوحده الاستلام الفوري او الوحده الجاهزه للاستلام، غالبا هتكون كاش او ادفع مقدم 70% والباقي على سنه او سنتين على اقصى تقدير. تاني حاجه بتحط كل السيوله اللي معاك في الشقه، فبدل ما تشتري اكتر من وحده هتشتري شقه واحده بس. انت لو مش معاك توتال المبلغ كاش فبتضطر تحوش، في الفتره دي الاسعار بتزيد وقيمه فلوسك بتقل، فانت بتكون خسرت فرصه انك تشتري وحده بسعر مميز. النقطه اللي بعد كده سعر اليونت في المناطق الجاهزه بيكون وصل لاعلى سعر، فبالتالي انت فرصتك في الريسيل بتكون مكسبها اقل. هنيجي بقى لاهم ميزه في الاستلام الفوري، هي انك هتشتري دلوقتي وهتاجر من دلوقتي، فهيدخل لك عائد من الايجار دلوقتي، وده اكبر مكسب في الاستلام الفوري. هنيجي بعد كده للوحده اللي تحت الانشاء. قبل اي حاجه لازم تشتري من شركه كبيره وليها سابقه اعمال ضخمه وسمعتها طيبه في السوق. تاني حاجه انت بتدفع مقدم قليل وبتشتري على اطول فتره سداد، فبالتالي بتحافظ على السيوله اللي معاك. تالت حاجه انت ممكن بالسيوله اللي معاك تدفع مقدمين لوحدتين، بدل ما تشتري وحده هتشتري اتنين سواء شقه او محل، فبالتالي انت نوعت استثمارك، فبالتالي حققت في المستقبل اعلى عائد استثماري. النقطه الاهم انت بتشتري بسعر دلوقتي وبتدفع على اطول فتره سداد، فلما تيجي تخلص كامل ثمن الوحده هيكون تقريبا سعر الوحده بتاعتك اتضاعف 3 اضعاف. النقطه اللي بعد كده طبعا المنطقه اللي تحت الانشاء، مع كل تطور انشائي في المنطقه سعر وحدتك بيزيد. طيب خلاص استلمنا وحدتنا، لما اجي اجر طالما انا اخترت في مكان مميز واشتريت من شركه كبيره واشتريت في لوكيشن مميز، فانا لما اجي اجرها هتجيب لي اعلى عائد ايجاري، وكمان لما اجي اعمل لها ريسيل هتجيب لي اعلى سعر، فانا يبقى كده كسبت من كل النواحي. الخلاصه لو معاك سيوله كافيه وعايز تشتري وتسكن دلوقتي او تاجر دلوقتي اشتري حاجه استلام فوري، لكن لو عايز تحافظ على السيوله اللي معاك وتحقق اعلى عائد استثماري في المستقبل يبقى اشتري وحده تحت الانشاء. وانت بقى ايه رايك، اشتري وحده جاهزه ولا تحت الانشاء؟ ولو قدامك اكتر من فرصه عقاريه ومتردد ومش عارف تاخد قرار كلمني وانا اساعدك انك تختار صح. انا محمود جمال، وعشان تعرف كل تفاصيل السوق العقاري اعمل لي فولو.